وضوءها بيكشف عن غابة كبيرة جدا مليانة بأصوات عجيبة. الإنسان البدائي نايم جوه كهف ضيق، جسمه ملفوف في جلد حيوان قديم، وفجأة عينه بتفتح على صوت، بس مش صوت الطائر، على صوت بيخلي قلبه يتنفض، صوت كائن تاني بيقرب من الكهف، صوت بيتردد في الغابات من آلاف السنين. بيقوم في لمح البصر وبيستخدم حجر مدبب كأنه زي السكينة، وهو عارف كويس إنه لو الكائن ده دخل الكهف يبقى النهاية جت. فكرة واحدة بس هي اللي بتسيطر على دماغه: البقاء. دي الكلمة الوحيدة اللي محفورة في جيناته. بعد لحظات من الصمت المخيف الصوت بيبدأ يبعد تدريجيا. الإنسان البدائي بيبدأ ياخد نفس عميق ويبدأ صراع البقاء في يوم جديد. هو عارف إن الصراع لسه هيبدأ مع أول خروج ليه من الكهف ده. أول خطوة بره الأمان ده هي أول خطوة في مغامرة البقاء في اليوم ده. الإنسان البدائي وهو راجع من الصيد لقى آثار لحيوان ضخم جدا قريب من الكهف. ده مش مجرد حيوان مفترس عادي، ده حاجة أكبر وأخطر بكتير. يا ترى إيه الحيوان ده؟ وإزاي هيقدر يحمي عيلته منه؟ وفجأة مش بس هي الحيوانات اللي بتشكل خطر، الإنسان البدائي بيبدأ يلمح مجموعة من البشر بس مش من قبيلته.